1.6 تريليون جنيه. دي مبيعات أكبر 20 مطور السنة اللي فاتت، وأكبر 10 منهم لوحدهم باعوا ب1.26 تريليون جنيه. أرقام زي دي بتقول حاجة مهمة قوي، سواء المستثمر أو المشتري فهم بيروحوا للأسماء الكبيرة، الشركات اللي عندها ثقة عالية أو عندها تاريخ من التسليمات أو عندها مشروعات موجودة على الأرض، أو من وجهة نظري ده برضو مهم جدا اللي عندهم خطط سداد طويلة. عشان كده شفنا أسماء زي طلعت مصطفى، زي بالم هيلز وأعمار، زي ماونتن فيو هايد بارك، زي مودون وسيتي إدج، زي لافيستا ومدينة مصر، وزي جي ديفلوبمنتس. السنة دي المنافسة بقت أصعب كتير، دخل في مرحلة مختلفة تماما. في تقرير من JLL بيقول إن السوق السكني في القاهرة اتسلم فيه 8000 وحدة في أول 3 شهور من 2026، ومتوقع إن احنا نسلم 42000 وحدة كمان. ده اختبار كبير جدا للسوق، وقوة المطورين كلهم في المرحلة الجاية هتظهر في التسليم وفي التشغيل، وهتظهر في إدارة الكوميونيتي اللي هم بنوها، وهتظهر في قدرة المشروع إنه حافظ على قيمته. عشان كده لو أنت بتشتري السنة دي، روح شوف المشروع اللي على الأرض، شوف نسب التنفيذ، شوف تسليمات المطور اللي قبل كده، شوف الطلب على الإيجار وإعادة البيع عامل إزاي، شوف الخدمات شغالة في الحقيقة ولا شغالة في البروشور وبس. السوق العقاري في مصر بيتطور بسرعة والمنافسة بتزيد جدا، وأنت سواء انفستر أو اند يوزر لازم تقدر تميز الفرصة والاستثمار الحقيقي، ولازم تقدر تختار المطور الصح.